السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي النهارده غدانا كوسه، طاجن كوسه انا مصوراه، ان شاء الله تشوفوه المره الجايه. طاجن كوسه باللحمه الضاني، عامله ني في ني. ده غدانا النهارده، هناكله بعيش، مش هناكله برز ولا بحاجه. اتفضلوا معانا، انا عاملاه بطريقه بسيطه. محمره بصلايه مشوحاها كده مع اللحمه الضاني، وديت لها شقشقه في ميه لحد ما حسيت انها دخلت في السوا. رحت حاطه الطماطم، وبعد كده حطيت الكوسه وحطيت التوابل بتاعتي، واهم حاجه هي الكوسه. النعناع بيخليها زي العسل. رحت في الاخر لما استوت حطيت لها نعناع، وكنت عندي شويه حمص نقعاهم، حطيتهم الاول مع اللحمه. لما حطيت اللحمه والطماطم استووا مع اللحمه الاول، بعد كده حطيت الكوسه وختمتها بقى بشويه النعناع على الوش كده. طعمها جميل ما شاء الله، تستاهل بقك يا حبايبي. طريقه جميله وطريقه بسيطه وسهله، ومع اللحمه الضاني بقى مش قادره اقول لكم على الجمال. زبده مش كوسه، دي زبده. انا بس بوريلكم الغدا بتاعنا، بس مسمعين حس منبوح لاني متعصبه شويه، لان ربنا العالم بالانسان. ساكنين احنا بالقانون الجديد، وبره هوب مره واحده كده صاحبه الشقه عاوزه تزود الايجار من 2000 ل 4000 جنيه. شفتوا الهنا اللي احنا فيه؟ بتقولك بسبب التعويم. الله يخرب بيت التعويم والبيت اللي بيحصل في الغلا. ربنا يرحمنا يا حبايبي بحاجه النبي. يلا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية، وتفضلوا معانا كوسة، أحلى كوسة جميلة جدا. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. سلام عليكم.